السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة، وهي مثلثات الجبنة بالبسطرمة. الوصفة سهلة وممكن تعمليها في أقل من 10 دقايق. يلا بينا مع بعض نشوف المكونات والمقادير، وهي سهلة وبسيطة. أول حاجة هنجيب عيش التورتيلا. العيش التورتيلا بيبقى فيه 5، هنقطعهم من النص بالسكينة. هي سهلة وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة. بعد ما نقطعها هنبدأ نحطهم على بعض كده بالشكل ده، وبعدين ناخد قطعة قطعة. وطبعا هنحاول من الحروف، طبعا دي مية بدقيق علشان لما نقفل العجينة تلزق معانا. هنحط بقى جبنة موتزاريلا او نحشيها بأي حشوة انتي بتحبيها وبتفضليها ولادك بيحبوها. انا حشيتها هنا جبنة موتزاريلا وبسطرمة وفلفل رومي وطماطم و... ولو في زيتون ممكن تحطي برضو اي مكونات عندك ممكن تحطيها. هي سهلة وبسيطة، وفي دقايق بسيطة ممكن تعمليها، وسهلة جدا. وبعدين على الوش يعني لازم يبقى تحت وفوق حاطة جبنة موتزاريلا، علشان لما تقفليها وتعمليها في طاسة على النار بتسيح وتبقى جميلة جدا. كده قفلناها من الجنبين. هناخد واحدة تانية برضو نعملها سوا مع بعض، برضو من الحروف. هن هنمسحها كده بسائل المية والدقيق، وهنحشي الحشوة برضو تاني زي ما هي جبنة موتزاريلا والبسطرمة، او عندك سجق او عندك اي حاجة ممكن تحشيها جبن، بس مفيش مشكلة، جبن وزيتون، لحمة مفرومة، اي حشوة انتي بتفضليها بتحشيها بيها. وفي الوش خالص بنحط برضو جبنة موتزاريلا، وتقفليها من الناحية دي كده، وتقفليها كده وكده. بس اهم حاجة تدوسي عليها جامد وتقفليها كأنها زي السمبوسة بالظبط. برضو هنكمل بقية القطع بنفس الطريقة، ونقفلها برضو بنفس الطريقة. انا حبيت اعمل معاكم كذا واحدة علشان تبقى سهلة وبسيطة تعرفوها يعني من الطريقة. جبنة موتزاريلا وتحطي الحشوة اللي بتحبيها دي واللي ولادك بيفضلوها. اي حشوات تعمليها هي سهلة جدا جدا ومش بتاخد اي وقت. زي ما شايفين معانا كده عملت كذا قطعة. هي طبعا الكيس فيه 5، فلما قسمتهم 2 فعملوا 10. زي ما شايفين معانا كده انا خلصت الكمية كلها، هم 10 قطع. بعدين على النار هنجيب طاسة او جريل، سخنيها الاول كويس. بعدين بنضيف قطعة زبدة. اول ما الزبدة تسيح هننزل بالقطع قطعة قطعة. مش بتاخد اي وقت، يا دوبك اول ما بترصي مثلا في الجريل كل القطع بترجعي تقلبيهم تاني، يعني لان الحاجة كلها مستوية جوه، يعني تعتبر مستوية ما فيهاش اي حاجة. فانتي بس مجرد بتسيحي الجبن مع السخونية. زي ما شايفين معانا مفيش دقيقتين او دقيقة، وترجعي تقلبي القطعة معاكي زي ما شايفين معايا كده بتحمر، لونها بيبقى ذهبي كده. هي مثلثات جميلة وبسيطة وسهلة في العمايل معاكي، يعني مش بتاخد معاكي اي وقت. ولو مستعجلة يعني بتعمليها بسرعة، يعني مفيش اي وقت بتاخديه. زي ما شايفين معانا كده من الجنبين بقى لونها ذهبي جميل. هتشيلي اول كمية معاكي وتحطي الباقي برضو في نفس الجريل. ما بتاخدش اي وقت خالص. زي ما شايفين معانا اهم حاجة الطاسة تكون سخنة. وهنا انا كنت زودت قطعة زبدة صغيرة، وبعدين قلبت برضو القطع. وهنا كده خلاص خلصت. بتبقى طرية وجميلة. لو انتي حابة بقى تنشفيها شوية ممكن تحطيها في الفرن،
وترشي على الوش جبنة موتزاريلا برضو بتطلع جميلة جدا. انا بعملها بالطريقة دي او الطريقة دي، الطريقتين سهلين جدا مفيش اي مشكلة فيهم. زي ما شايفين معايا بتطلع طبق جميل جانبي، او للاطفال عايزة عشاء خفيف، عايزة اي حاجة خفيفة كده فبتعمليها لهم بسرعة، ما بتاخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. زي المهم ان هي تكون بس ذهبي، فطاير كده مثلثة ذهبية جميلة ومشبعة للأطفال وللكبار. وهنا يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.